اتجه الفريق مسافة 80 كيلومترا غرب صنعاء إلى جبال ماهوت. إنها من أكثر الأماكن وعورة في البلاد، وهي المكان الذي أكد قسم الآثار لهاورد وجود المومياءات فيه. لكن وجود الأجانب هنا يسبب الإرباك، فهذه تجربة الفريق الأولى في مشاهدة النزاع المستمر بين المحليين وموظفي الحكومة من صنعاء. للأشخاص الخمسة وجهة نظر مختلفة، بعضهم يقول إن بإمكاننا أخذ عينات، والآخرون يقولون لا. نحن نناقش العينات ولم نرى شيئا بعد. محمد راجا المسؤول عن الآثار هنا ليس متأكدا ما إذا كان يريد أن ينقب الفريق مومياءاته، رغم أن هاورد لديه إذن للقيام بهذا من الحكومة المركزية في صنعاء. ستذهب المومياءات إلى متحف السيد محمد، ولدينا كل المواد الحافظة هنا، ومعنا خبير عالم يعرف كيف يقوم بهذه الأمور بشكل ممتاز. لن نلمس شيئا أبدا، سيصعد المتسلقان وسنرى ما إذا كانا سيؤكدان وجود مومياء هنا أم لا. في هذه المنطقة توجد المومياءات في أحياد على جوانب الجرف، وتوضع مختومة خلف جدران من صنع الإنسان. أدرك هيرب وريكو حالا أن الطريقة الممكنة الوحيدة للوصول إلى هذه المواقع هي الانزلاق من الأعلى. أفضل المواقع موجودة تحت التدليات التي حمتها من عوامل الجو واللصوص. هذا أكثر الأماكن تدليا في كامل الجرف الصخري. إن أردت الوصول مباشرة إلى هناك فإن النزول العمودي سيوصلك إلى الجدار الصغير. حسنا، سنحفر هنا. على الأرجح لم تمس الأحياد، وهي محفوظة بشكل جيد، لكن الوصول إليها هو الأصعب والأخطر بالنسبة إلى المتسلقين. ما يظهر لهاورد وجوان من تحت هو أن هذا الموقع مثالي. الحيد عال في الجرف، وهناك جدار. هذا جيد. وهناك تدل كبير يحميه، كلها علامات مناسبة لوجود مومياء. إنها فارغة تماما. لا شيء خلف الجدار، ذلك مكان وجود القبر. هذا صحيح، أستطيع أن أرى أن لا شيء هناك، ولكنني سأصوره. هناك. الجدار الإنساني الصنع يوحي بوجود قبر هنا، ربما سبقهم اللصوص إليه. لا يوجد شيء هنا. إن وصل اللصوص إلى هناك أولا بالفعل فهذا أمر مفاجئ، لقد سبقوهم ب2000 سنة. لكن هيرب لا يزال متفائلا. الموقع من صنع الإنسان بالتأكيد، أي أنهم عانوا الكثير في الصعود إلى هناك، وهذا موقع وجود المومياء. صحيح. وهذا الأمر مشجع لي جدا. حتما هو. وصعوبة الوصول إليه تعني أنه لا تزال هناك مواقع لم يعبث بها أحد. كيف وصلوا؟ ربما باستقالات، فليس بالإمكان الوصول بالحبال. على مر الأيام القليلة القادمة سيستمر الفريق في مسح المنطقة. يدعي السكان المحليون وجود مومياءات في أجرافهم، لكن حين يتفقد هيرب وريكو لا يجدان شيئا، ومع عدم العثور على شيء بدأ الشعور بالإحباط. لا شيء هنا. لا شيء. هذه قرية ادعى أحد سكانها أنه عثر على مومياء منذ 4 سنوات. أين أفضل موقع؟ أين المومياءات كلها؟ لا أريد جدالا، هل سيدلنا على المكان؟ يقسم الرجل إنه رأى 8 جثث أو 9 أخرى هناك. لا أرى أي شيء يشبه المومياء. هاورد، يبدو أن لدينا معضلة. إن صعد ريكو إلى هذه الحافة وبحث وبرأيه أنه لا توجد مومياءات هناك، نعرف أن محمد سيصر على أنه توجد مومياءات هناك. لا شيء هنا. بعد أن حاول موظف الآثار محمد راجا أولا منع الفريق من العثور على مومياءاته، فهو مصمم الآن على إثبات وجود مومياءات في هذه المنطقة. ربما توجد مومياء في هذا الموقع وربما لا. محمد راجا مقتنع بأنه يوجد شيء ما هنا، لذا أرسل هاورد ريكو ثانية من أجل بحث دقيق. المسكين، يبدو كدودة هناك، صحيح؟ يزحف ريكو على كامل طول الحيد، لكنه لا يجد شيئا. خاب أمل الفريق،
فالمواقع التي أتوا إليها لم تكن صعبة الوصول كما كانوا يأملون، ولو كانت هناك قبور مومياءات لتعرضت للنهب. علينا الصعود. لا نستطيع الوصول. قرر هاورد أن أفضل خطة هي ترك المتسلقين في الجبال، مهمتها هي البحث عن المواقع الأصعب. عاد هاورد وجوان إلى صنعاء، حيث وصل البروفيسور دون بروثويل من جامعة يورك في بريطانيا. إنه أحد الخبراء البريطانيين الرواد في بقايا الأجساد البشرية القديمة. رتب دون لتخضع إحدى المومياءات الموجودة في جامعة صنعاء إلى تصوير مقطعي محوري محوسب في مستشفى محلي. هذا النوع من آلات الأشعة السينية المتطورة يكشف الأسرار بتصوير كثافات مختلفة من المواد الموجودة في الجسد. يأمل دون وهاورد أن يجيبا عن سؤالين هامين: هل أزيل الدماغ؟ وكيف عولج تجوف الجسد؟ يمكنك رؤية بقايا نسيج دماغي على حافات الجمجمة. الدماغ موجود هنا ولم يزل. ما من دليل على كسر في عظام الجمجمة. صحيح. العظام الأنفية العليا لم تتعرض لأذية. منذ عام 1500 قبل الميلاد فصاعدا كان المصريون يزيلون الدماغ عبر الأنف. رأس هذه المومياء لم يتعرض للعبث، لذا فهذه الممارسة مختلفة عن الطريقة المصرية. توجد مادة مثيرة للاهتمام في التجويف الصدري. هذا يلف العمود الفقري من الجهتين، يملأ كامل التجويف الصدري، أو ربما إنه نسيج رخو. هذا أمر لا نجادله كفاية. هل يمكن أن يكون لدينا بعض بقايا الأعضاء ثم أضيفت مادة حشو إلى الصدر أيضا؟ هل تم حشوه جيدا؟ صحيح. نفترض أن الصدر قد أفرغ، لكن هذا ليس حتميا. يشير التصوير المقطعي إلى أن هذه المومياءات ملئت بالمواد الحافظة، كذلك فعل المصريون، لكن التحليل المخبري في بريطانيا هو ما سيحدد إذا كانت المواد المستخدمة هي ذاتها. المتسلقان يستكشفان جبال ماهويت بينما العلماء يعملون في صنعاء. وقد قرر هاورد وجوان بحث سؤال أساسي: إن تبين أن طقوس صنع المومياءات السبائية فريدة، فأي أثر سيكون لهذا على قصة العالم القديم؟ مع معرفة أن عمر المومياءات أكثر من 2000 سنة، اتجهوا شرقا إلى حافة صحراء شبه الجزيرة العربية الكبرى، إلى مدينة ازدهرت حينا وهي مأرب عاصمة هذا. إنهم في مصر، لديهم مدافن مزيفة لتضليل الناس. أحقا؟ وجدنا أكثرها وضوحا هنا، ربما بالخطأ. مع صعوبة الوصول إلى هذا القبر فلن يرغب أحد بجعله قبرا مزيفا. هيرب، أتمنحني دقائق لأتحدث إلى محمد حول هذا؟ قال توجد رائحة. أجل. إنه صباح اليوم الثالث، وقررت جوان أن من الممكن متابعة العمل الآن بسرعة أكبر لفتح وتوسيع الثقب الذي يحفره المتسلقان. تبدو كمادة عضوية أو مادة نباتية. إنها قطعة صغيرة من الخشب، ربما استخدمت لتثبيت الجص. ربما يكون هناك جلد حيوان أو ما شابه. ألقي نظرة إليه قبل أن نتابع الحفر أكثر. يبدو هذا رائعا، شكرا. يبدو لي كأنه خشب. ممتاز. وصلت إلى طبقة أصلب قليلا الآن. لكن بينما يكدح المتسلقان على حافة الجرف، يزداد التوتر في الأسفل، فالشيوخ المحليون يتجادلون حول من سيمتلك المومياء. المشكلة الأساسية هي أن شيخ المنطقة الذي يتحكم في هذه القرى كلها ويعتبر كل ما يوجد على أرضه ملكا له، في حالة عداوة طويلة الأمد مع قرى المشايخ الجيران مثل الطوية، وهنا يقع متحف محمد. لذا فإن آخر ما يريده هذا الشيخ هو أن تؤخذ المومياء إلى متحفهم. لم أحلم أني سأصل إلى هذا العمق. قدم كاملة. قدم؟ رائع. لا، إنها من العمق. قصدت أنك تعمقت قدما. لا أظن أنك عثرت على قدم. يجب أن أريح ظهري. هذا ما نريد رؤيته.
أجل، وهذه هي المادة التي أكد محمد راجا أنها توجد قرب الجثة تحت الجبيرة. لذا نعم. أظن أننا اقتربنا كثيرا. اقتربنا أجل. كثيرا. يشك هيرب في أنهم حفروا أعمق مما يجب أن يصلوا إلى كيس المومياء الآن. لا يوجد شيء هنا. ما رأيك يا ريكو؟ لا شيء. يظن أنه لا يوجد شيء. أهناك احتمال أن يوجد تجويف في الحيض؟ أعني أنه على سطح الحيض، حيث يمكن أن يكون الكيس الجلدي قد وضع ثم المادة في الأعلى. أهناك نقطة حول المحيط من الممكن أن تصدما فيها حجرا صخريا؟ إنه أساس صخري، ولدينا ثقب كبير جدا في المركز هنا. لما سيفعل أي شخص هذا؟ إنهم في مصر، لديهم مدافن مزيفة لتضليل الناس. أحقا؟ وجدنا أكثرها وضوحا هنا، ربما بالخطأ. مع صعوبة الوصول إلى هذا القبر فلن يرغب أحد بجعله قبرا مزيفا. هيرب، أتمنحني دقائق لأتحدث إلى محمد حول هذا؟ قال توجد رائحة. أجل، توجد رائحة قوية وكريهة. مؤكد يوجد شيء ما. توجد جثة. إنها ليست هناك، بل في مكان أبعد تحت الحجارة. لا يبدو الأمر جيدا حيث نحن، وهو أخطر بكثير. سيتعين علينا إزالة قطع كبيرة من الصخور بوزن 32 كيلوغراما. إن سقطت قطعة واحدة فستؤذي الأشخاص الموجودين هنا، وإن نظرت من الجرف فستجد منازل تحته. ستدخل الصخرة عبر سقف منزل. يقول محمد إنه يريدك أن تنزل ليلقي هو نظرة. أظن أننا نضيع وقتنا هنا. يسهل الوصول إلى المواقع الأخرى كلها. ريكو، ما المشكلة؟ توجد مومياء في الخلف. توجد مومياء في الخلف؟ هل تراها؟ توقعنا ما سيحدث. أخبره أن هذا خطير. أخبره أنني أظن أن المومياء قد تكون موجودة، لكنني لا أريد المخاطرة بحياتنا. حياتنا أكثر أهمية. يقول لك أنه متأكد أن المومياء عندك. انسحب بسرعة. بسبب الرائحة، واثقة من وجود جثة تحت الصخور. إنها ضربة كبيرة لهاورد. 3 أيام من العمل الخطير والمؤلم ولم يحصلوا على مومياء. مع ذلك لدى الفريق عينات قيمة من موقع مومياء لم يعبث به أحد، وقد يتمكن تحليل مخبري من تحديد ما إذا كانت توجد بقايا بشرية أم حيوانية على ذلك الحي. في بريطانيا وصلت النتائج الأولية، ويظن ستيفن باكلي أنها تشير إلى اختلاف بين ثقافتي صنع المومياءات المصرية وشبه الجزيرة العربية. ستيفن، تلقينا خبرا رائعا من مختبر الكربون المشع في أكسفورد. فقد حددوا عمر الجثث التي أعطيناهم عينات منها، وهي بين 500 قبل الميلاد و1200 قبل الميلاد. هذا مثير. أجل، أنا أدرس عينات من المتحف. هذه هي الجثة الملفوفة بالكتان. أجل، صحيح. يعود تاريخها إلى 550 قبل الميلاد. أجل، إنني أرى بعض الحموض العطرية في نوع خاص من حمض البنزويك والسكر، وهذا يوحي بأنها مادة الموميا. إنها مضادة للجراثيم، لذا فقد استخدمت في التحنيط. لكنك تظن أنها طريقة مختلفة عن طريقة تحنيط المصريين. أجل، المزيج مختلف. هذا مشجع، لكن لتوضيح كيفية تطوير السبائيين لتقنياتهم الخاصة في صنع المومياءات، يحتاج فريق المسح الميداني إلى دليل يمكن الاعتماد عليه أكثر من جثة مكتشفة حديثا. في صنعاء يكتب هاورد وجوان يوافق هيرب على السماح له بالانضمام إلى ريكو، لكن مفهوم النزول على حافة جرف يرتفع 305 أمتار في رياح سرعتها 80 كيلومترا في الساعة تخيفه كثيرا. واثق أنه سيقفل؟ أنا قلق. مهلا مهلا، لا تسحبه بسرعة.
اسحبه بروية بهدوء. جيد. الحبل جيد هنا. ممتاز. أستطيع رؤية أنه يوجد عرف من تراب مسوى من دون شك. الطبقة العلوية عبارة عن كتل ترابية كبيرة تمتزج بها ألياف نباتية. الرياح شديدة وتقوم بالعمل عني، ولدينا شيء ما هنا. ليس كيسا جلديا كما أرى، إنما هناك شيء. إنه عظم. عظم فقط أم أن عليه نسيجا رخوا؟ ما هو محاط بهذه المادة البنية. لدينا جثة ولم يبقوا إلا العظام. يا إلهي، فيها مفاصل. الأمر الذي يقلقني حاليا هو أنه بسبب الرياح العاتية فمن المحال أن نخرج هيكلا عظميا كاملا ذا مفاصل، وذلك قطعة واحدة. لا نريد هذا، لكننا سنبحث عن الرأس. يصعب العمل هنا. أنا أتعاطف معك. لدينا مومياء هنا، لا شك في ذلك. لدينا جمجمة. إنها جمجمة صغيرة. عثرنا على حافة حاجب ومحجر عين. إنها حافة حاجب بارزة، هذا ما يشير إلى أنها ربما تكون جثة ذكر. خرجت قدم في يدي، أظفار أقدام وعظام، قدم طفل ووركاه. إنه صغير بالتأكيد، وهو ملفوف بالجلد، ويوجد المزيد منه. الخوذة تؤلمني. المكان ضيق هنا بالنسبة إلينا. أجل. الخوذة تؤلمه. قمة الكيس ليست موجودة، والذراع اليسرى أيضا. أعثر على مزيد من الجلد بالمسح الخفيف. أترى هذا يا ريكو؟ إذن لقد وجدتما هيكل الطفل العظمي مغلفا بالجلد، أليس كذلك؟ الجمجمة تبرز منه، قمة جانب الجذع تبرز منه كثيرا. لدينا صف كامل من الأضلاع يمكننا رؤيتها بوضوح تام، لكن يوجد جلد على الأضلاع ويوجد جلد على البطن. ربما نحظى بقطعة من التغليف. تبدو وكأنها طحالب عليها غصينات صغيرة. بعد التصوير المقطعي يجب أن توجد أشياء حتى الأعلى. يا إلهي، ما هذا بحق السماء؟ يا إلهي، ماذا؟ لا أصدق هذا. ما الأمر؟ داخل الجزء العلوي في تجويف الصدر هنا يوجد هيكل عظمي لحيوان قارض صغير. هذا في غاية الغرابة. أنا أمسكه بيدي. إنه في حالة مثالية، عند الحنجرة تقريبا. أمن الممكن يا هوارد أخذه كعينة كاملة؟ أجل، لقد أخرجته من الجثة. لدينا ذيله، إنه طويل. أظن أنه فأر. برأيك هل أتى الفأر فيما بعد وبدأ يلتهم الجلد على الجثة يا ترى؟ سيكون الأمر غريبا لو فعل هذا بسبب الرعاية في تحضير المومياء لإيصالها إلى هنا. بمجرد تحريك الكيس فإنني أتمكن الآن من تحرير الوجه. يوجد جلد حول كرة العين وعلى الأنف، وتوجد شفة سفلية ملتوية وشفة علوية ملتوية، ويوجد جلد على طول الفك السفلي، كما يوجد جلد على الذقن. إنها مومياء طفل. وجه قديم. لا أستطيع معرفة ما حل بعظام الأنف. سنعرف بعد التصوير المقطعي. هذا الالتواء في المومياءات المصرية هو بسبب القماش الملفوف على الوجه الذي يسحق الأنف، كما تبدو الشفتان بمظهر غريب جدا. ها هي. يتفق هاورد وجوان على أن الجثة أكثر هشاشة وانحلالا
من أن تتم إزالتها من دون ضرر كبير. قمنا بعمل جيد بإعادة دفنها. نجح الفريق، وجدوا مومياء لم يعبث بها أحد في كهف جرفي عمره قرون، وهذا تأكيد على أن قدماء سكانها أحد في كهف جرفي عمره قرون، وهذا تأكيد على أن قدماء سكان شبه الجزيرة العربية كانوا يحنطون موتاهم. مع الدليل في فيلم ريكو، جمع الفريق أخيرا جميع العينات الضرورية من جثة لم يعبث بها أحد من قبل. لقد نزلت. عينة من قطع الكتان حولها. ستكون المعلومات التي تكشفها التحاليل المخبرية في بريطانيا مذهلة. الألياف التي تلف المومياء هي صوف مغزول بدقة. إنه من أصل بشري. كانت حضارة معقدة تصنع المومياءات.